مصادرة العائدات الإجرامية من خلال تمكين السلطات المختصة من حجز ومصادرة الأموال والممتلكات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة في إطار تجفيف منابع تمويل الجريمة. تشديد العقوبات التي تصل إلى الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة. التكفل بالأشخاص المدمنين بتمكين القضاء من إصدار أوامر بالإيداع بالوضع في مؤسسات علاجية متخصصة ومرافقتهم ببرامج نفسية واجتماعية لإعادة الإدماج. إن هذه التعديلات العميقة تعكس الإرادة السياسية الصارمة للدولة، وذلك من خلال ما تشهده اليوم من مرونة تشريعية ودقة متكاملة في تصنيف الجرائم وتكييف العقوبات باتباع نهج دقيق ومتكامل يجمع بين الصرامة في الردع والعدل في التطبيق والإنسانية في التكفل والاستباقية في الوقاية والانفتاح في التعاون الدولي.